السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الماربل او كيكة التايجر. هنعملها بمقادير مظبوطة وان شاء الله هتبقى ناجحة معاكي. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. يلا بينا نبدأ على طول. هنا معايا المقادير: 3 كوبايات من الدقيق، كوباية من الزبدة، كوباية من الحليب، 4 حبات من البيض، كوبايتين من السكر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الفانيليا، وربع معلقة صغيرة من الملح، وكل حاجة بدرجة حرارة المطبخ. هنا الدقيق ضفت عليه البيكنج باودر، وطبعا الدقيق انا كنت نخلاه قبليها. معايا بقى العجين، هنزل بكوباية الزبدة، طبعا تقدري تستخدمي المضرب الكهربائي، وهنزل بكوبايتين السكر، وهبتدي اقلبهم مع بعض كويس لحد ما الخليط يبقى خليط كريمي. وهنا انا هنزل اي حاجة من الجوانب علشان اضمن ان السكر كله داب مع الزبدة، عشان ما يبقاش فيه في الجوانب سكر ما اختلطش بالزبدة. هنا بقى هنزل بالبيض، المفروض انزل بيضة بيضة بس الاتنين نزلوا مع بعض مفيش مشكلة. كل ما ننزل بالبيضة وتختفي هننزل بالبيضة التانية زي ما انتوا شايفين كده. وهنا هنزل بمعلقة الفانيليا، وهنزل بنص كمية الدقيق، مش هنزل بالدقيق كله، وهضيف عليه نص كوباية من الحليب، وهبتدي ان انا اقلب. وهنا هنزل بكمية الدقيق الباقية، ونزلت برشة الملح، ونص كوباية من الحليب، وهبتدي ان انا اقلب لحد ما الدقيق يختفي معايا. هنا خلاص الخليط بقى جاهز معايا. هنزل بكوباية من الخليط، وهضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام. تمام. هنا بقى معايا قالب دهنته زبدة كويس، مقاس القالب 30 في 11 في 5. تقدري طبعا، هي الوصفة الأساسية بنستخدم قالب انجليش كيك، بس أنا حبيت القالب دوت. تقدري تستخدمي صينية مربعة، صينية مدورة، مقاس 26 أو 30. لو مش متوفر عندك انجليش كيك أو القالب دوت، تستخدمي صينية مربعة مدورة مقاس 26 أو 30. هنا هنزل بنص الخليط اللي هو الفانيليا، وبعد كده هنزل عليه بخليط الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين. ابتدي اوزعه بالشكل ده. بعد كده هنزل بالفانيليا الباقي، وطبعا هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما نبدأ نعمل في الكيك. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد معايا، قعدت معايا 45 دقيقة بالظبط. وطبعا بتختبروها بالخلة لما تيجوا تطلعوها، لو طلعت الخلة معاكم نضيفة يبقى هي كده خلاص بقت تمام. اوزع الخليط بالشكل ده، افرده، اسويه. وهنا بعد ما طلعت معايا من الفرن خدت معايا 45 دقيقة، سبتها تبرد، وبعد كده هبتدي اقلبها بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. شايفة القالب طالع نضيف ازاي؟
لونها حلو قوي، بحب اللون ده في الكيك. هنا بعد ما بردت هبتدي ان انا اقطعها. ضروري يا جماعه تسيبوها تبرد، علشان لو قطعتها وهي سخنه هتفرول معاكم. بعد ما بردت هبتدي ان انا اقطعها. شايفه شكله حلو ازاي وطعمه احلى كمان. نقدر نفطر بيه الصبح مع كوبايه شاي بلبن، بيبقى حلو قوي. هنا بقى حطيت على قطعه صوص شوكولاته زي ما انتم شايفين، وعملت جنبها شاي بلبن. عايزه اقولك ان طعمها حلو قوي وهشه وخفيفه، مش مكتومه. ودي كانت وصفتي النهارده، اتمنى تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.